افتتاح تاريخي لكأس العالم للفروسية العسكرية. خناقة في الزمالك بسبب بيسيرو وباتشيكو. افتتاح تاريخي لكأس العالم العسكرية للفروسية. مصر التاريخ، مصر الحضارة، مصر المستقبل، ومصر التي أصبحت قبلة الرياضة العالمية في العصر الحالي. وافتتاح تاريخي مبهر وغير مسبوق لبطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها ال25 بمشاركة 20 دولة، واللي بتستضيفها مصر، واللي احتفال كان بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي تم تكريمه ومنحه وسام الاستحقاق العضوية الفخرية من المجلس الدولي للرياضة العسكرية. الوفود الحاضرة أشادت بالاحتفال وإنه الأفضل في تاريخ افتتاح بطولات العالم العسكرية، وإن مدينة مصر الأولمبية صرح رياضي غير عادي. ووجهوا الشكر لمصر على الافتتاح والتنظيم وحسن الاستقبال. خناقة في مجلس إدارة الزمالك بسبب بيسيرو وباتشيكو. اجتمع مجلس إدارة الزمالك ليتعامل في الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر لحد 1:30 فجرا. انتهى بخناقات ومشادات بين أعضاء المجلس، وده تسبب في عدم الوصول لقرار نهائي، وانتهاء الجلسة على انه هيتم عقد جلسة تانية عصر اليوم علشان حسم موضوع رحيل او استمرار المدير الفني البرتغالي بيسيرو، اللي نتائجه مع الفريق تراجعت بشكل كبير جدا. الخناقة اللي حصلت في مجلس إدارة الزمالك بسبب ان في اتجاه عايز ان بيسيرو يكمل لنهاية الموسم عشان النادي يتجنب الشرط الجزائي، وخلاص الموسم فاضل فيه مباريات قليلة. والاتجاه الثاني متمسك برحيل بيسيرو دلوقتي حتى لو النادي هيدفع الشرط الجزائي، ولكن استمراره خطر على الفريق. وده فتح أزمة إيقاف القيد اللي أعلن بها الزمالك رسميا النهارده لمدة 3 فترات بسبب مستحقات المدرب البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، اللي تم إقالته بدون دفع الشرط الجزائي، وحصل على حكم بغرامة 2 مليون دولار على نادي الزمالك. الموقف في مجلس إدارة الزمالك ملتهب، واجتماع النهارده العصر هيكون حاسم في تفاصيل كتير جدا، لان الحقيقه في ورطه كبيره جدا وعايزه حلول جذريه. الاهلي لرامي ربيعه الباب يفوت جمل. الاهلي بلغ رامي ربيعه مدافع الفريق رفضه للشروط الماليه اللي حطها عشان يجدد تعاقده مع النادي، واللي طلب خلالها اللاعب الحصول على 40 مليون جنيه في الموسم، وان التجديد يكون لمده 3 مواسم بس. اخر عرض الاهلي قدمه لرامي ربيعه كان 20 مليون جنيه، وان التجديد يكون لمده 5 مواسم، وكان الرد في النهايه خلال الساعات الاخيره الباب يفوت جمل، واللي مش عايز يجدد بشروطنا ومش شاري الاهلي مش عايزين. هنشوف رامي ربيعه هيعمل ايه، لان رد الاهلي كان صادم ليه. منتخب الشباب يواجه العراق في كاس العرب لكرة اليد. منتخب الشباب مواليد 2004 بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد هيخوض النهارده أول مباراة الساعة 6 مساء أمام منتخب العراق ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب، واللي بتقام في دولة الكويت. اتحاد كرة اليد كان رافض مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب، وفضل مشاركة منتخب الشباب عشان تكون أفضل استعداد للمشاركة في بطولة العالم. ميار شريف وأنس جابر تتراجعان في التصنيف العالمي للتنس. التصنيف الشهري لرابطة المحترفات للاتحاد الدولي اللي أصدر مؤخرا شهد تراجع كبير في تصنيف المصرية ميار شريف لاعبة منتخب مصر، وأيضا التونسية أنس جابر في تراجع كبير لم يحدث له من فترة. ميار شريف تراجعت 14 مركز عشان تحتل المركز ال 64 عالميا، وأنس جابر تراجعت 8 مراكز عشان تحتل المركز ال 36 عالميا. كل التوفيق للبطلتين واللي نجحوا في كتابة تاريخ جديد للاعبات العرب في التنس. خلصنا حلقتنا النهارده، استنونا في الجديد، وما تنساش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهارده: هل الأفضل للزمالك رحيل بيسيرو خلال الفترة الحالية أم الانتظار لنهاية الموسم؟